تختارها مجيد بوقرة في تشكيلة منتخب الجزائر، في تشكيلة الخضر في هذا اللقاء. بالنسبة للعراق في مباراة الليلة، فهد طالب في حرس المرمى، مناف يونس، ميثم جبار أمام منتخب الجزائر اللي نظريا تأهل، لكن حسابيا هو بحاجة لأن يؤكد هذا الأمر، لأن السودان لديه فرصة كذلك في الوصول إلى الدور القادم، لكن بالكثير من الحسابات المعقدة بالنسبة لمنتخب السودان. كرة سهلة عند حارس المرمى، الحارس فهد طالب حارس مرمى المنتخب، تلعب لمصلحة المنتخب الجزائري عن طريق ياسين، عرضية راسية جزائرية، الكرة بتعود بعد ذلك كما زالت، لكنها تتحول إلى خطأ، إلى ماذا؟ إلى ما جانبي أشرف عبادة في اللقطة الماضية لتتحول إلى خارج الملعب. رمية تماس لمنتخب أسود الرافدين، رمية جانبية للعراق. قدم مباراتين كبيرتين أمام البحرين وأمام السودان في المباراة الماضية، لا سيما في شوط المباراة الثاني في المباراة الأخيرة. هنا لدينا رمية جانبية، التنفيذ والكرة ستنفذ لمصلحة المنتخب العراقي في هذه اللحظات من رمية التماس، في كرة تلعب داخل منطقة الجزاء، راسية، كرة عراقية، فرصة جول. الله، العراق ولو ب10 لاعبين لكنه يشكل الخطر على المرمى الجزائري في كرة. هذه الفرصة، هذه الكرة التي ياسين في نقلة، في تمريرة، في فرصة جزائرية، الكرة ما زالت ياسين إبراهيمي والعرضية عالية. الله، خطيرة كرة رضوان بركان في اللقطة الماضية، لكن وجدت حارس المرمى فهد طالب من سيطر على الكرة الأخيرة. حامي عرين الأسود في كرة راسية عن طريق بركان، تتحول سهلة عند المرمى العراقي. الآن يحاول أن يتعامل مع النقص العددي من حيث أنه لا يريد أن يتأثر التأثر الكبير اللي فيه انهيار. يعني تتحدث عن طرد لحسين علي في الدقيقة الثالثة فقط من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. هنا خطأ ليوسف عطال في اللقطة الماضية، بينما كرة جزائرية بولبينا يحاول فيها، لكنها في الأخير إلى خارج الملعب، تتحول إلى ركلة ركنية. مع يسير تنقل بكل راحة وأمان وبأفضل أسعار. إلى ركلة مرمى، إشارة حكم اللقاء عبد الرحمن الجاسم إلى ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الجزائري. هذه الكرة الأخيرة ما بين ميثم جبار وعادل بولبين الذي كان يطالب بوجود المنتخب الجزائري. كرة من ركلة ركنية، ياسين إبراهيمي عنده كرة إلى الخلف، عرضية ترسل، لكن الإبعاد والوصول في وسط الميدان، عراقية تنقل في المنتصف، لكن هناك عودة من جديد لمصلحة المنتخب الجزائري عن طريق اللاعب من الدفاعات العراقية، نقلت من الطرف الأيمن للعراق، وصلت هذه الكرة عن طريق عمار محسن عالية، لكنها عادت جزائرية. بنزية لياسين، ياسين في الطرف الأيسر، ياسين بالمهارة يريد أن يمر، إبراهيمي في كرة يا عيني. الله 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 الله، إنه السحار، إنه ياسين إبراهيمي في لمحة مهارية جزائرية مميزة، لكن لدينا كرة عراقية، انطلاقة العراق، كرة عن طريق مهند علي، تدخل كان موجود وصافرة على يوسف عطال، خطأ لمصلحة المنتخب. الله على هذه الجماهير، الله على هذا الحضور، على هذه البطولة، على بطولة كل ما فيها جميل. الحضور الجماهيري الطاغي،
الأجواء الخيالية في مختلف المناطق والمعالم هنا في قطر، المباريات، الملاعب، ما حول الملاعب، الفعاليات، الصخب الجماهيري. هذه البطولة تقدم فيها قطر نموذج وسق فيها شيء. الكرة الأخيرة بقرار الحكم عبد الرحمن الجاسم، تمريرة بينية، انطلاقة بالبينة، بول بينة عرضية، لكنها في الأخير تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الجزائري. المنتخب العراقي صامد حتى الآن عطفا على الطرد المبكر في هذا اللقاء. المنتخب الجزائري ما زال يبحث وما زال يحاول أن يسجل الهدف الأول من ركلة ركنية. بول بينة عرضية، كرة جزائرية من هذه المسافة، تصويبة لكنها بتعود سهلة عند حارس المرمى الحارس فهد طالب الجزائري. رمية جانبية منقولة، كرة عن طريق فيكتور لكحل، تمريرة بكرة ترسل طويلة من الطرف الأيمن عن طريق عادل. بول بينة عنده كرة يحاول فيها، بول بينة في محاولة مرور لاعب نادي الدحيل قبل أسابيع في بطولة دوري أبطال آسيا وسجل هاتريك. بينما هذا مهند علي اللي غادر أرضية الملعب جنبا إلى جنب مع أيمن حسين الغائب الأبرز عن هذه المواجهة للمنتخب العراقي. أحمد يحيى هو من دخل بديلا في تشكيلة العراق. رمية تماس، ملعوب الكرة من الطرف الأيسر، لدينا تمريرة حاضرة، كرة منقولة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب العراقي. بعد ذلك التدخل كان موجود، خطأ كان في اللقطة الأخيرة، وبالتالي ركلة ثابتة لمصلحة المنتخب العراقي في اللقطة الماضية. أجواء كبيرة من جماهير المنتخبين، الجزائر حامل اللقب، وذكريات المباراة النهائية أمام شقيقه المنتخب التونسي. المنتخب الجزائري يريد أن يكرر ما حدث في 18 من شهر ديسمبر من عام 2021 هناك في استاد البيت. رمية تماس، كرة للمحاربين، كرة للمنتخب الجزائري، منقولة كرة، وصول بعد ذلك في وسط الميدان، عطال في لمسة، بول بينة ما زال، بول بينة عرضية خطيرة جزائرية لكنها تتحول إلى خارج الملعب وتعود إلى ركلة مرمى للمنتخب العراقي. هذه الجماهير العراقية وهذه الجماهير الجزائرية وهذه اللوحة من هذا اللقاء. هناك البحرين هدف، السودان لا شيء، هنا الجزائر العراق، تعادل سلبي ما بين الشقيقين. بينما كرة جزائرية عرضية راسية، الله، لقد حان وقت المحاربين للانقضاض على الصدارة. نعم، بكرة توغاي، براسية محمد أمين توغاي في شباك فهد طالب. الجزائر هدف، العراق لا شيء. ماذا يجري؟ هل هناك تسلل؟ هل هناك إلغاء؟ أم أن الهدف يلغى؟ ما بين المساعد وحكم الساحات القرار الأخير ماذا يكون؟ هل يؤكد الهدف أم يلغى الهدف؟ الجزائر يسعد، العراقي يتشبث بقرار حكم مساعد في كرة أخيرة وتسلل إذن، تسلل إذن والهدف يلغى. تسلل على محمد أمين توغاي والهدف يلغى في هذه اللحظات. وفرحة المدرب جراهام أرنولد شهيد الكرة في بدايتها في الراسية التي أتت توغاي. هنا يبدو أنه كان متسللا وبالتالي الهدف يلغى، الهدف يلغى. هذه الراسية وهذا توغاي أكمل الكرة في شباك فهد طالب لكنه كان يقف في موقف تسلل. زكريا دراوي ينقل الكرة في وسط الميدان عن طريق فيكتور لكحل، تمريرة إلى أقصى الطرف الأيسر. هناك حيث ياسين، حيث السحار، حيث المهاري، حيث الرائع، وحيث الهدف الأول للجزائر. النيران الصديقة هي من تمنح الجزائر ثاني الأهداف. الجزائر هدفان، العراق لا شيء. من ياسين إبراهيمي في كرة عرضية، فهد طالب في التصدي لكن الكرة أبت إلا أن تسعد الجزائريين.
ياسين أن تسعد هذه الجماهير الحاضرة هنا. هدف عكسي في الشباك العراقية يمنح من خلالها الجزائر تأمين هذه النتيجة بكرة سعد ناطق في شباك العراق. جلال حسن غاضب، كرة فهد طالب اللي كان بالإمكان أن يلتقطها، لكن هذا ياسين وتقدم، والعرضية اصطدمت في سعد ناطق واستقرت في الشباك العراقية. الجزائر هدفان، العراق لا شيء. هكذا أصبحت النتيجة الآن، هكذا سارت الأمور الآن. فهد طالب إلى سعد ناطق، سعد ناطق في شباك المنتخب العراقي. الجزائر يتقدم بالهدف الثاني، وفرحة جزائرية أخرى لمصلحة المنتخب الجزائري. بولبينا تقدم، بولبينا عنده كرة، بولبينا ما زال، بولبينا فنان يا لعيب. الله على بولبينا وما يفعل. الهدف الثالث في هذه اللحظات من الركلة الركنية. تقاية يتقدم، مرزاق من دخل بديلا هو الآخر يتقدم، عبادة يتقدم. الجزائر من أجل الثالث، عرضية عالية